مرحبا، كيفكم؟ معكم فاتنة. اليوم رح أعلمكم كيف تعملوا أطيب طريقة لقلي التشيكن لوليبوبس. الوصفة كتير طيبة وزاكية، لازم تجربوها هاي الطريقة. شوفوا ما أحلى الدجاج كيف طالع مقلي ومن جوا كتير جوسي وكريسبي من برا. لازم تجربوا هاي الوصفة على طريقتي. أول إشي رح نبلش نجيب دجاج اللوليبوب ونغسله كتير منيح بالطحين والليمون وزيت الزيتون، ورح ننظفه كتير منيح بهاي المكونات. بعدين رح نغسلها وننشفها كتير منيح بالورق النشاف. بعد هيك رح نعمل تتبيلة عبارة عن معلقتين كبار من البابريكا الحلوة، رح نضيف عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من بودرة البصل، معلقة كبيرة من التومة الناشفة، ومعلقة كبيرة من بودرة التوم، ورح نضيف عليها معلقة صغيرة من الكيجن، ورح نضيف عليها معلقة كبيرة من التوم المهروس، ومعلقة صغيرة من الملح، وبرش من الزنجبيل. رح نضيف عليها عصير ليمونة، ونضيف عليها كمان معلقتين من الصويا الصوص. بنخلطهم مع بعض كتير منيح حتى تتجانس المقادير مع الدجاج. بعد هيك رح نضيف عليهم حبة من البيض عشان لما نقليها ونحط عليها الكريمز تمسك عليها منيح. بنتبلها مع بعض كتير منيح بهاي الطريقة، وبنتركها بالثلاجة ساعة كاملة أقل إشي، أو فيكم تخلوها ليلة كاملة. هلا بالنسبة للكوتنج أنا ضفت عليها من الطحين الخليط الجاهز اللي بيكونوا بالسوبر ماركت. بتكون هي خلطة جاهزة، وفيكم انتوا تعملوا خلطة من البيت اللي هي بتحطوا عليها طحين، ملح، فلفل أسود، وبتحطوا عليها بابريكا، وبتخلطوها كتير منيح وبتبلشوا بالقلي. هلا أنا طلعت الدجاج بعد ساعتين من بالثلاجة كانت. فيكم تخلوها ليلة كاملة أو ساعة أقل إشي زي ما حكينا، وتغلفوها بالطحين كتير منيح بهاي الطريقة زي ما انتوا شايفين. بعد هيك غلفتهم أنا كتير منيح. وبعدين بنبلش بعملية القلي. رح نسخن زيت بطريقة كتير حامية، وبعدين رح نضيف الدجاج عليهم بعد ما يحمى الزيت. طبعا احنا ما رح نحطها كتير على نار عالية ولا على نار واطية حتى الدجاج يستوي معنا، لازم تكون نار وسط حتى ياخد اللون الحلو الذهبي زي ما انتوا شايفين بالفيديو، وتستوي من جوا وتضلها جوسي. بعد هيك بنطلع اللوليبوبس من المقلى وبنحطها على ورق نشاف، وبعد هيك بنحطها في طبق التقديم. تقدروا تضيفوا معاها كاتشب أو مايونيز بالطريقة اللي انتوا بتحبوها. الدجاج هيك صار عنا كريسبي من برا، كريسبي كتير، ومن جوا كتير جوسي وزاكي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو، لايك لفاتنا's كيتشن، وتتابعوا قناتي على اليوتيوب فاتنا's كيتشن نيو.